إلياس حسني مهاجم باريس سان جيرمان، واللي كتعتبر من أفضل المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. وبعد تقديم مستويات كبيرة مع فريق شبان باريس سان جيرمان، تم تصعيده إلى الفريق الأول لباريس سان جيرمان. البارح صحيفة المنتخب خرجت وقالت بأن والد ركراكي تواصل مع اللاعب من أجل حمل قميص المنتخب المغربي في التظاهرات القادمة. في هذا الفيديو غادي نشوف واش إلياس حسني وافق على طلب والد ركراكي ولا لا. وكما العاده قبل ما نخليكم مع تفاصيل الفيديو ما تنساوش تسبورتونا وتدعمونا بلايك وابوني باش يوصلكم اخبار المنتخب المغربي. بلا ما نطول عليكم بزاف، فرجه ممتعه. إلياس حسني كان آخر ظهور له بقميص المنتخب المغربي سنة 2020 مع فئة أقل من 17 سنة، وشارك معهم في الدوري أسباير اللي تنظم في قطر، وكان أفضل لاعب في هذه التظاهرة عن جدارة واستحقاق. ومن ثم كاين غموض كبير في ملف إلياس حسني حيت ما هضر عليه تا واحد، ولكن خرجت شي مصادر قريبة من الجامعة الملكية وقالت بأن سبب غياب حسني هذه المدة كاملة هو اللاعب ما خداش الاهتمام من طرف الجامعة الملكية، ومن ثم غير قراره إلى تمثيل المنتخب الفرنسي. كما كنعرفوا حاليا هجوم المنتخب المغربي ضعيف وما فيهش منافسة، خاصة مركز رأس حربة. في هذا البوست لحد الآن مازال حتى شي لاعب ما سجل من غير يوسف النصيري اللي سجل هدفين في مونديال قطر. وفي آخر 3 مقابلات ديال المنتخب المغربي يلا قدرنا نسجلوا هدف واحد اللي كان عن طريق حكيم زياد ضد منتخب جنوب افريقيا. وهادشي اللي كيبين لينا بان هجوم المنتخب المغربي ضعيف وما كايناش حلول، وهادشي اللي خلى والد الركراكي يقلب على حلول جديده عبر الجوله التي قام بها في اوروبا وشملت العديد من اللاعبين، واحد هاد اللاعبين هو إلياس حسني لاعب باريس سان جيرمان، من اجل اقناع اللاعب الى الانضمام الى صفوف كتيبه والد الركراكي. اللاعب وافق على طلب والد الركراكي رغم ان الجامعه الملكيه في السنوات القادمه ما عطاتوش اهتمام. والعامل الاساسي اللي خلى إلياس حسني يوافق على طلب والد الركراكي هو اب اللاعب عبد اللطيف حسني، واصلا اب اللاعب الحلم ديالو الابن ديالو يمثل منتخب بلادو اللي هو المغرب. وفي اخر تصريح ديالو اللي كان لصحيفه المنتخب قال: الفتره الحاليه ننتظر اتصالا من الجامعه المغربيه الملكيه، رغم ان ابني حاليا يحمل قميص المنتخب الفرنسي الا انه عاشق للمغرب وحلمه حمل قميص المنتخب المغربي. اخوان، والد الركراكي غادي يعطي فرصه لإلياس حسني، ولكن فرض عليه واحد الشرط اللي هو يفرض راسه مع فريق الاول لباريس سان جيرمان. بعد مغادرة ميسي وحاليا الدور على كيليان مبابي ونيمار، إدارة نادي باريس سان جيرمان كيفكروا أنهم يتم تصعيد لاعبين من أكاديمية باريس وإعطائهم فرصة، ومن بين هاد اللاعبين إلياس حسني. نتمناو إلياس حسني في الموسم القادم يفرض راسه مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان من أجل استدعائه لكتيبة والد الركراكي. وأنا تايق في هذا اللاعب بأنه غادي يعطي إضافة كبيرة للمنتخب المغربي، لأنه عنده واحد مؤهلات كبيرة بزاف وفطرة تهديفية. اخوان، بغيت نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنسوش تدعمونا وتسبورتونا واخا غير بلايك وابوني، شي حاجه اللي فابور باش نزيدو نطوروا من المحتوى ديالنا ونزيدو اي خبر تحط جديد يكون عندكم نتوما الورق في هذه القناه هذه. بغيت نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في خير الله.